زمان كان دخول الجامعة حلم، النهاردة بقى بيزنس. احجز مكانك دلوقتي من غير مجموع. جامعات خاصة بتفتح أبوابها لكل الناس بشرط واحد بس، معاك كام؟ أهالي بتبيع دهبها، شباب بيستلف عشان يدخل جامعة تكون في الآخر مجرد مبنى فخم، بس العلم تحت الصفر. دكتور المادة ما جاش من أول الترم. في جامعات بتديك شهادة بس مش بتديك علم، وفي طلبة بتتخرج وما بتعرفش تكتب سطر. الملف ده مش عن التعليم، ده عن تجارة باسم التعليم. كل سنة بندخل فوق 1000 طالب، المصاريف بتبدأ من 80,000 لحد 250,000 في السنة، يعني دايركت 100 مليون. طب والمستوى؟ الرقابة؟ الاعتماد؟ مفيش. في بس إعلانات وكافيهات وشهادات بتتباع. الدكاترة نفسهم مش بيردوا علينا، محدش بيراجع الشكاوى. ولما تيجي تسأل على معايير القبول يقولك عندنا اللجنة مختصة، بس الحقيقة اللجنة دي اسمها الفيزا كارد. التعليم اتحول من رسالة لبزنس، والطلبة بقوا عملاء، والحلم بقى سلعة. دي مش جامعة، دي صفقة، والملف ده لسه مفتوح. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان أول ما الحلقة الجاية تنزل تكون أول واحد يوصل له الملف الجديد.